بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحب جاوب على هذا السؤال بماذا أنجزنا، لأنه يعني فيه شوي نوع من الاستكثار على السوريين. يعني شو ما فعلنا للناس بصراحة هو قليل في حقهم، ودائما يعني احنا دائما عشنا حياتنا في الثورة، وحاليا دائما بنلوم نفسنا ونشعر بالتقصير دائما. هذا بيعطينا شوي حافز للعمل الأكثر. يعني هو عملية البناء ومواجهة التحديات الكبيرة والهي بيلزمها أحيانا شوية أذن طرشة، يعني لأنه بدها استراتيجية وبدها أهداف يعني موضوعية وعلمية لحتى أنت تمشي بمسار أي عمل معين، سواء كان عسكري أمني أو اقتصادي أو شيء له علاقة في التنمية. فالمؤسسات السورية مؤسسات مهدمة، يعني ما فيها رأس مال حتى أنت تبني عليها، سوى اللهم أنه وجود المؤسسة بحد ذاته وعندها أرشيف، والأرشيف هذا نحن بنعتمد عليه، بس حتى الأرشيف فيه بيانات كثير خاطئة، يعني عدا أنه أرشيف كله فساد وأشياء يعني ما يبنى عليها حجم الاقتصاد. لكن احنا كنا بين خيارين، انه الدولة تنهار بشكل كامل مع وصولنا الى دمشق، وبين انه لا، نحن نحافظ على مؤسسات الدولة حتى أقل ما هنالك يبقى في رمزية للدولة، إنه ما الناس تشعر بالفارق، لأنه إعادة البناء تحتاج وقت كتير طويل، يعني مثل التجارب اللي حصلت في بعض المناطق. فالدولة انهارت بشكل كامل، فأخذت عملية إعادة بناء المؤسسات وقت طويل، يعني هذا إذا اشتغلوا صح. يعني إذا اشتغل غلط فلسه بدها يعني وقت أطول وأطول. يعني من حق الناس علينا نحن نشرح له الواقع ونحكي هو كيف آليات العمل فيه المتعارف عليه يعني بالعالم. فنحن كنا نركز بالدرجة الأولى على الموضوع إصلاح الطاقة على سبيل المثال، استعادة العلاقات الدولية والإقليمية، رفع القوانين اللي فيها نوع من الحظر على سوريا، لأنه أي عملية تنموية تصطدم بشكل أو آخر فينا نتجاوزها. نحن كسوريين عندنا شوية مهارات، بس ما تأتينا بنفس النتائج اللي فيما لو رفعت قانونيا وما بتتفاعل معنا الدول المحيطة فينا واللي حاب يستثمر، خاصة اعتمدنا على شيء كبير من إعادة الإعمار من خلال الاستثمار. يعني فهي مراحل أساسية لإعادة التنمية الاقتصادية. بشكل موازي داخليا في عندك تحدي بناء القوى الأمنية والعسكرية، لأنه بدون أمن ما في بناء اقتصادي على الإطلاق، وتلافي كثير من المشاكل الحاصلة. أولا مشاكل الثورة واحتوائها، انتوا عشتوا بالثورة، يعني ما من ذمة إذا بنقول كان فيها مشاكل، حالة طبيعية، بس كان فيها حجم مشاكل وخلافات كثير كبيرة، وبعض منها ما تصلح إلا وصلنا لدمشق يعني تقريبا. فثقافات مختلفة شوي وآراء شوي مختلفة، وناس كان عينها على يعني نشوة النصر كانت مؤثرة في شريحة واسعة من الناس، وفي شريحة عم بيحاول يستفيد من موقع ما في ظل الانتصار اللي حصل. يعني فعملية إحداث حالة من الوئام ما بين حالة الثورة وحالة من كان يعيش مع النظام وحالة من كان موالي للنظام وحالة من كان، فهذا كمان تحدي كثير كبير كان في سوريا، ما هو كان شيء سهل وبسيط، وإلى لا زال إلى الآن هو تحدي، لكن بدرجة أخف يعني مما كان عليه في بداية وصولنا إلى دمشق.